جسم الإنسان ده كله معجزة، الخلية دي هي اللي بانية كله، علشان هي مهمة عملنا لها حلقة شوفها في خلية شو. فيديو 6 شوت 1 تيك 2. اهلا بيكم في الحلقه السادسه من خليه شو. استغفر الله العظيم. خدت يا ابني؟ خدت ايه؟ النور قطع. طيب حد معاه بطاريه؟ نعتذر عن هذا العطل الفني، وجاي لي الاتصال دلوقتي بمحطه طاقه الخليه او الميتوكوندريا. اول عالم اكتشف الميتوكوندريا كان اسمه ريتشارد ألتمان سنه 1894، وهي تستحق عن جداره لقب محطه طاقه الخليه، لان هي اللي مسؤوله عن نشاطها وعن حياتها بالكامل. الميتوكوندريا جزء مهم جدا ومعقد جدا في الخليه. لو بصينا لها من بره، ممكن بس الصوره لو سمحت نبص لها من بره. لو بصينا للميتوكوندريا من بره هنلاقيها عامله زي حبايه الرز، بس لما نفتحها ونبص عليها من جوه هنلاقيها بتتكون من غشاء خارجي وغشاء داخلي متعرج علشان يدي مساحه اكتر لانتاج الطاقه، وفي فراغ بينه وبين الغشاء الخارجي. والميتوكوندريا محشيه بسائل اسمه السائل الحشوي او الماتريكس. السائل ده اللي بيحصل فيه اغلب التفاعلات الكيميائيه. وظيفة الميتوكوندريا إنتاج الطاقة اللازمة للخلية، بس لو بصينا على محطات الكهرباء هنلاقي إن إحنا لازم نديها وقود سولار مثلا علشان تدينا كهرباء. يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. الوقود اللي بتستعمله الميتوكوندريا هو مركب اسمه أسيتايل كو اي، ده بيطلع نتيجة سلسلة من التفاعلات الكيميائية اسمها دورة حمض الستريك أو كريبس سايكل، بتتفاعل فيها السكريات والبروتينات اللي الواحد بياكلها مع إنزيمات معينة في الجسم. أما الطاقة اللي بتنتجها الميتوكوندريا فبتكون في صورة مركب اسمه الأدينوسين تراي فوسفات أو الأدينوسين ثلاثي الفوسفات. لو أخدنا أول 3 حروف من كل الكلمات اللي عندنا هيبقى ATP، وده الاسم المختصر، خلينا في الاسم المختصر أحسن. ال ATP مركب كيميائي بس فيه ميزة حلوة قوي، إنه عامل زي البطاريات اللي بتتشحن. افرض ان الخليه دلوقتي قررت انها عايزه تتحرك او عايزه تفرز ماده معينه او عايزه تعمل اي حاجه، فاكيد محتاجه طاقه. هتجيب الطاقه منين؟ من البطاريات اللي عايمه هنا وهنا وتشحن نفسها بيهم. كده الكام بطاريه دول ما بقاش فيهم طاقه ومحتاجين يتشحنوا. يروحوا فين؟ هيروحوا للميتوكوندريا اللي بتستعمل الوقود اللي عندها وتشحن بيه الكام بطاريه دول وتطلقهم بره في السيتوبلازم علشان تلاقيهم عند اللزوم. فخلينا نكتفي بمعرفة ان البطارية وهي مليانة اسمها ادينوسين تراي فوسفات او ادينوسين ثلاثي الفوسفات، وهي فاضية اسمها ادينوسين داي فوسفات او ادينوسين ثنائي الفوسفات. مصدر الاسيتايل كو اي زي ما قلنا هو السكريات والدهون والبروتينات، لكن ده بالنسبة للخلية الحيوانية اللي موجودة عند الإنسان وعند الحيوان. أما بالنسبة للخلية النباتية فالخلية نفسها جواها مصنع اسمه الكلوروبلاست، هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل. بس هو ده المكان اللي بتتحول فيه المية اللي النبات بياخدها من التربة وثاني أكسيد الكربون من الجو والضوء من الشمس لجلوكوز، والجلوكوز بيتحول بعد كده لأسيتايل كو اي، والميتوكوندريا تستعمله وتشحن بيه بطارياتها. يعني كده نقدر نقول إن النبات عنده ATP منه فيه. راجع معنا اللي قلنا سوا، معلومة خفيفة حلوة وسهلة وظريفة، وحاول تنشرها بين صحابك كمان، دي العلوم بتحب الشيء.